عاملين ايه يا اصحابي؟ مستعدين معايا لقصة جديدة على قناتكم حكايات لولي؟ يلا بينا نبدأ حكايتنا. في يوم من الأيام كان في أوضة دافية مليانة ألعاب وألوان، وفي فار صغير اسمه ميلو، نشيط وذكي وسريع، وموجود معاه قصة جميلة لونها رمادي اسمها لونا. كان ميلو بيبص من جحره بعيون فضولية على الجبنة الموجودة في نص الأوضة، وكانت لونا القطة قاعدة على كرسي بتترقب زي الحارس. ميلو جري بسرعة عشان ياخدها، ولونا بدأت تجري وراه في كل مكان. لكن في الآخر المكان بقى هادي، وميلو واقف في نص الأوضة مع الجبنة، ولونا واقفة قدام ميلو. فجأة لونا نطت على ميلو وكانت هتمسكه، ولكن ميلو خدت بالها وجريت، ووقعت لونا في موقف مضحك. مسكت لعبة قماش شبه الفار، وميلو فضل يضحك على لونا. ومن هنا بدأت لعبة الفار والقطة. وبكده يا أصحابي خلصت حكايتنا النهاردة. استنونا في قصة جديدة وممتعة، وما تنسوش اللايك والاشتراك. مع السلامة.